بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. السلام عليكم. تفاعل معلق قنوات بين سبورت حفيظ دراجي مع خبر وصول المنتخب المغربي للناشئين للجزائر من أجل المشاركة في كأس إفريقيا المنظمة بذات البلد. وكتب حفيظ دراجي على صفحته الرسمية بالتويتر قائلا: الوفد المغربي المشارك في كأس إفريقيا للناشئين يستقبل بالورود في مطار محمد بوضياف بقسطنطينة، قبل أن يضيف: حللتم أهلا ونزلتم سهلا. وخلف تفاعل دراجي مع حدث وصول المنتخب المغربي لأرض الجزائر عددا من ردود الفعل، حيث قال أحدهم: هل كان ينتظر استقباله بالحجر أم ماذا؟ لم أفهم المغزى من هذه التغريدة والسي حفيظ، هذا هو الأصل. ماذا سيكون بيننا حتى لا نستقبلكم وتستقبلوننا بالورود؟ لو أنكم تنحيتم عن الدور الذي تلعبونه في الصحراء لكنا أقوى دولة إفريقية وحتى في شرق الأوسط. الوفد المغربي المشارك في كأس إفريقيا للناشئين يصل إلى مطار قسطنطينية في رحلة جوية مباشرة تحسبا لمشاركته في النسخة 14 من منافسات كأس إفريقيا للأمم. وكانت الجامعة المغربية لكرة القدم قد اشترطت الترخيص لرحلة مباشرة عبر طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. وظلت الجامعة متشبتة بتأمين رحلة مباشرة من الرباط صوب قسطنطينة عوض التوجه إلى هناك عبر تونس. فضلا منكم وليس أمرا مني، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.